بصوا احنا ايه بقى اهو خبزناه وطلعناه. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا الخبيز اهو شايفين. بصوا بقى نعمل كده. بصوا النعومه. بصوا النعومه بتاعته اهي ناعم خالص. بصوا. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد وهنكمل تكميلات حلويات العيد. خلاص كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله معانا ايه؟ معانا البيتي فور. هنعمل بيتي فور النهارده وان شاء الله باذن الله شكله هيعجبكم وطعمه كمان هيعجبكم اكتر. هنجيب السمنه. احنا النهارده معانا سمنه او زبده، اي حاجه اللي موجوده عندك. سمنه فلاحي، اي حاجه اي اقدام عندك. خلاص انا هو عندي سمنه. خلاص وهنرب بقى السمنه دي مقدار قد ايه؟ احنا هنعمل كيلو دقيق. كيلو دقيق بياخد 750 جرام ايدام. تمام. بس وعليه ربع سكر بودر اهو. ربع سكر بودر اهو شايفينه. بس وانا شغاله هنشوف المقادير. ومعانا بيض ومعانا فانيليا. هياخد 4 بيضات، هياخد فانيليا، واحنا شغالين هتشوفوا كل حاجه. يلا بينا نرب بقى كده السمنه دي. ندعكها كده الاول. ماشي. نرب كده السمنه. انت حطيتي قد ايه سمنه؟ السمنه 750 جرام. كيلو الا ربع سمنه على كيلو دقيق. وهنا السكر البودر. السكر يا جماعه لازم يكون مطحون، مش سنترفيش، لا يكون مطحون سكر ناعم. هنضرب بقى كده السمنه والسكر مع بعض لحد ما تبقى كريمي. نضرب كل ده كده كلام العسل الجميل ده مع بعضه. بص احنا اهو قعدنا نضرب فيه بقى اهو لحد ايه. بص لحد ما بقى لونه افتح. مش السمنه كانت صفرة فيه، لازم يدي اللون المبيض ده. خلاص. بعد الضرب ده كله بقى ضرب كتير، يعني هو بياخد منك ضرب كتير. لو الناس اللي عندها بتاع دوت عجان هينجز معاها بصراحه، عشان ده محتاج عجان. بس طبعا الايد ربنا يخلينا يعني دراعاتنا. خلاص. هنحط بقى ايه 4 بيضات. تمام. بس 4 بيضات. هنحط الفانيليا. تمام. هنحط 4 بواكي فانيليا. خلاص. 4 بواكي فانيليا و4 بيضات. هنقلب بقى كده ايه ونسمي الله ونقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة الله. ونضرب بقى كده كل الكلام الجميل ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اهو قعدنا نضرب البيض. بص بقى ايه تحسيها كده ان هي وهي في ايدك خفيفه، ان الخليط نفسه في ايدك خفيف. الخفيه بتاعته عشان تبقي ايه عارفه امارته شبه كريم جانتيه خفيف. حاسه ان هو ايه خفيف. يعني طبعا هو اخد ضرب كتير لحد بصي بتحسيه ان هو خفيف مش تقيل. نبتدي بقى نحط له كده الدقيق شويه شويه. نحط الدقيق كده رشه رشه كده. معلش يا جماعه انا بعفر عليكم سامحوني عشان الدقيق. خلاص. نحط الدقيق شويه شويه ونقلب ونقلب. وانتي بتقلبي هتلاقي الموضوع فيه نعومه معاكي، ان العجينه ناعمه ما شاء الله عليها. الله اكبر. اللهم بارك. نلم بقى كل ده كده ايه بالدقيق بقى لحد ما يمسك معاكي القوام اللي انت ايه هتشوفيه دلوقتي. اهو طول ما هو كده اهو يبقى ايه عايز دقيق. هنحط كيلو دقيق بس احنا بنحطه شويه شويه مش دفعه واحده. شويه ونضرب شويه ونضرب.
كل كده ما يلم معاكي يبقى خلاص كده ايه ان شاء الله بدأ العجينه تشوفيها. نحط الحبه دول اهو. بصوا فضلنا ايه نلف في العجينه، بس على فكره هي ما بتاخدش عجن، يعني ما نقعدش نعمل كده ونجيب كده ونودي كده، لا ده بيتي فور يا جماعه، مش دي حلويات. يعني ايه انت دوبك بس ايه العجين معاكي بيتلم كده زي ما انت شايفه. بصي اهو فصل عن ايدي بس طريه، العجينه طريه عشان تبقوا عارفين. ايدامها ياما، معروف البيتي فور روحه الإيدام. خلاص بص عامله ازاي اهي، حتى تحسي ان مش عجينه ناعمه، انا مش عجنه عجين. خلاص اهو انا بقلبها كده قدام منكم عشان تشوفوها. خلاص بس كده. هي اخدت مج زياده. اخدت مج اخدت مج زياده دقيق. يعني احنا قلنا دي العجين واخد الدقيق واخد كيلو، لا هو اخد كيلو وكمان عليه مج. لقيت الايدام مسيح قوي فزودته مج دقيق، ظبط معايا كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى اهي اهي برضو بيتلزق معايا، ويعني ايه طريه مش ناشفه عشان تبقوا عارفين. ماشي هنجربوها كده في قلب القرطاس او المكنه اي حاجه. هناخده هنا بقى ونعبي ايه في المكنه بتاعت الايه البيتي فور. خلاص ونجرب مع بعض ونشوف. تمام بس نحط الوش ده وقولوا لي بقى النقشه دي وحشه ولا حلوه، وهنغيروها تاني برضو ايه مع بعض. نجرب كده. يلا بينا. نعمل هنا كده، دي نقشة المكنة، احنا كده بننقش بالمكنة. طقة واحدة هتلاقي ايه البيتي فورية نزلت من المكنة. عندك كيس وعايزة تعملي بيه مش هيضر اعملي. خلاص بس انا بحب بصراحة يعني شغل المكنة، انا بحب الشغل الكيس، فانا بحب اشتغل بالمكنة. المكنة بتريحني اكتر وسرعة. ايه رايكم بقى في النقشة دي؟ واحدة هنا كده، واحدة هنا ما كده. تلزقش فيها يا ماما. حاضر حاضر اهي بس. حلوة. بصوا احنا ايه بقى اهو خبزناه وطلعناه. بصوا بقى عامل ازاي، بصوا الخبيز اهو شايفين. بصوا بقى نعمل كده، بصوا النعومة، بصوا النعومة بتاعته اهي ناعم خالص. بصوا طبعا احنا كده ايه عملناه خلاص كده، فاضل له ايه الزواق. على فكرة ده كده يدوي، انا كده عاملاه يدوي، وده برضو عاملاه يدوي عشان خاطر بس ايه المكنة مني باظت، فالله المستعان اتصرفت برضو وعملته وخلصته. كده انا عاملاه ده بالشوكه عشان الناس اللي ممكن ايه اللي ما عندهاش مكنه ممكن تعمل بالشوكه عادي زي ما انا عامله كده. وده عملته بدي بصوا اهي دي بكيسه كده واتصرفت وعملته عبال ما اتصرف ده في موضوع المكنه. والحمد لله رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين. احنا كده فاضل لنا ايه بقى الزواق، هنزوقه مع بعض ان شاء الله. بص طبعا احنا ايه خلاص خبزناه وبرد خالص اهو، خلاص بارد خالص اهو. خلاص ولا حتى يكون دافي، بارد خالص. استني عليه كده ساعه ساعتين ثلاثه وبعد كده ابدأي زوقي. خلاص هنعمل ايه، احنا هنا بقى جبنه سوداني اهو مجروش اهو، شايفين اهو سوداني مجروش. انت بقى عندك مكسرات تانية فستق لوز اي حاجه كده زوقي بيها. ودوت فرماسيه بني، وده جوز الهند. خلاص وانا هنا عندي مربى
مربى مشمش. اي نوع مربى تاني لا، هو ما بينفعش معانا غير بس مربى مشمش. خلاص هنمسك هنا نزوق كده، نعمل كده. خلاص هنجيب واحده اختها ونعملها كده. خلاص هنعمل كده، اتفقنا؟ اهو نعمل كده. بصوا المنظر، ونحطها هنا كده في الصينيه. نجيب واحده تانية اهي، الاتنين زي بعض بالمعلقه، بضهر المعلقه. خلاص نعمل كده، نحط الاتنين كده على بعض اهي، نعمل كده، نعملها سوداني اهي. شايفين المنظر؟ واحده تانية قدها كده، ضهر المعلقه. المشمش جميل جدا مع البيتي فور، بيديله طعم كده ويعلي التست بتاعه. خلاص جبتي تين، جبتي فراوله، اي حاجه لا ما بتبقاش حلوه بصراحه، بس هو المشمش هو احلى حاجه، بيديله طعم قوي كده. طعم المشمش المزز ده بيديله طعم جميل. بصوا المنظر. بس المربى خفيفه ليه؟ المربى انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه. المربى انا نزلتها من البرطمان، انا كده خففتها بس ببقين ميه، ضربتها كده. بصوا ضربتها كده عشان تخف معايا وتديني ايه، عسل زياده. خلاص اهي، انا عايزاها بالمنظر ده. انا نسيت اقول لكم عن الخطوه دي، بس كويس ان يارا ايه فكرتني. انا هنا عملت جوز الهند، ابتدي اعمل تاني. عاوز تاني مربى؟ ما تنسوش تعملوا كده، ان المربى جامده، فمش هينفع ان انا ايه اخدها كده بالجموديه، وانا محتاجه العسل اللي هو ده، محتاجه العسل ده، ان انا ما عنديش مش بيحبوا نظام الشوكولاته. بصوا اهي، واعمل كده. نجيب تانية هي لا دي عايزه اختها، نجيب اختها اللي هي دي النجمه، ونعوز كده. نجوز الهند هيبقى كله بالمنظر ده. شايفين بقى احنا هنعمل كله بالمنظر ده. بص احنا اهو، بصوا مالينا الطبق، وهزوق كمان. فاكرين اللي احنا عملناه بشوكه اهو يا اختي اهو. بصوا اوريكم بقى اللي احنا عملناه بشوكه، وقلتوا ايه يعني، عشان انا ايه قلت اعمله معاكم عشان يبان شكله في الزواق عامل ازاي. اهو اهو شايفين بتعمل كده. قولوا لي عايزينها جوز الهند ولا شوكولاته؟ خلاص عملت لكم بقى سنين اهي. خلاص اهي حطيت كده اهي. شوف بص منظرها عامل ازاي اهي، زي اخواتها بالظبط. فارق حاجه؟ مش فارق حاجه. خلاص نزوق دي كمان معاكم. ده اللي هو اليدوي اللي احنا عملناه لما انا قلت لكم ان المكنه باظت مني. نعملوا شوكولاته اهي. شايفين المنظر بقى؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. انت بقى اعملي، حطي في علبه وخزنيه بقى، يعني شيليه. المفروض يتحط في علبه كده لو انت عامله كميه صغيره خلاص ماشي، بيتحط كده زي ما انا عامله في صينيه، وبالف هنا والف شفا يا رب. عايزه تشيلي مثلا منه حبه، بتحطيه في علبه كده صغيره وبيتشيل. بصي المنظر اهو. بصوا ايه رايكم؟ زي العسل، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا والف صحه وعافيه، ويا رب تعملوه وابعتوا لي قولوا لي عملتوه وطعمه ايه معاكم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ان شاء الله يجعله ان شاء الله عيد سعيد عليكم مبارك. وده كان فيديو النهارده، ربنا يجعله ان شاء الله كله خير مبارك عليكم ان شاء الله.